ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم المشتريات النهارده اللي انا اشتريتها. انا اشتريت حبه حاجات بسيطه كده وانا كنت في الدرس مع ابني، حبيت اوريها لكم. بصوا بقى، انا بستخدم دايما رز الضحى، ولو مفيش رز الضحى بيبقى متاح احيانا بجيب رز المطبخ. يعني هم دولت الاكتر نوعين، بما ان انا موجوده يعني في الغردقه، فدول اكتر نوعين بيبقوا موجودين دايما في الغردقه. ده كده رز الضحى ما شاء الله جميل جدا، بيبقى حلو قوي، الرزيه بتاعته بتبقى جميله جدا. ندخل بقى على باقي المشتريات، حاجات بسيطه جدا. انا اوريكم بقى هنا كده. انا اجيب الشاي ليبتون ده الفتله، وطبعا برضو شاي ليبتون اخضر برضو، وكمان بجيب فريك الضحى. فريك الضحى ده انا بستخدمه دايما، بحب اجيب منه ايه يعني 3-4 اكياس كده بيقعدوا معايا في البيت، بستخدمهم دايما. وطبعا انا بستخدم مكرونه رجينا، بتبقى حلوه جدا، بس ما جبتش غير كيس واحد بس، وما لقيتش غير لسان العصفور ده اللي هو الملكه، فقلت اجيب بالمره مش مشكله. لان انا دايما يعني بس احيانا بستخدم الملكه وبرده، بس انا دايما بستخدم الريجينا والحاجات اللي هي منتجات الضحى بتبقى حلوه جدا. وكمان بحب استخدم البشاميل اللي هو بطعم الجبنه، شايفينه بقى بشاميل بطعم الجبنه من شركه ماجي، بتبقى حلوه جدا جدا. اللي ما جربوش فايته كتير، طعمه جميل جدا جدا، بيبقى حلو قوي. جربوها على ضمانتي هيعجبكم جدا. واخر حاجه جبت كيسين ملح بس كده، ودي كانت المشتريات بتاعتي كلها، جبناها كلها كده اهوت. كانت مشتريات بسيطه جدا. و نسيت كمان اقول لكم ان انا جبت ازازه خل نسيت ازازه الخل. فكده تمام كده، دي المشتريات بتاعتي كلها اللي جبتها. ولو حبيتوا الفيديو بتاعي المشتريات بتاعي، ممكن اعمل لكم فيديوهات كتير جدا من المشتريات اللي انا بجيبها، واوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها دايما في كل حاجه. واكتبوا لي بس في الكومنتات لو عجبكم الفيديو، اعمله لكم تاني واكرره لكم تاني في منتجات تانية كتير. وبس كده، دي المشتريات بتاعتنا كلها. جبنا البشاميل الجاهز والملح والخل واللسان العصفور والمكرونه والفريك والشاي والرز الضحى. ودي كانت مشترياتي كلها النهارده، ومشتريات بسيطه وخفيفه. ولو عجبتكم مشترياتي النهارده، ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه. باي باي.